أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في ناس ما بتشوفش الدنيا زي ما هي، وفي ناس بتشوفها أكتر مما تحتمل. ناس عينها مش بس مفتوحة، دي كمان واقفة على الجرح، حاسبة كل احتمال ومتوقعة أسوأ سيناريو قبل ما أحسن سيناريو يطلع أصلا. الناس دي دايما يقولوا عن نفسهم أنا واقعي، بس الحقيقة هم واقعيين زيادة عن اللزوم. حلقتنا النهاردة مش عن التشاؤم ولا عن الحكمة ولا عن النضج اللي بيجي مع التجارب. حلقتنا عن الشخصية اللي اختارت الواقعية المفرطة كطريقة حياة، مش كوجهة نظر لكن كأسلوب حياة. بس في البداية، يعني ايه واقعية مفرطة؟ الواقعية المفرطة مش انك تبقى فاهم الدنيا، لكن انك تبقى مسلح طول الوقت، مسلح ضد الخذلان، ومسلح ضد الفشل، وضد الصدمة، ومسلح ضد اي حاجة ممكن تحصل. الشخص الواقعي مفرط الواقعية، ما بيفرحش غير لما يتأكد ان الفرح مش هيكلفه وجع بعدين، وما بيحبش غير لما يحط نهاية الحب قدامه، وما بيحلمش غير وهو مجهز خطة بديلة لو الحلم وقع. هو مش سلبي، لكن هو حاسبها زيادة. بس خلينا نعرف منين جت الشخصية دي. الشخص ده غالبا ما اتولدش كده، لكن هو اتكون من وعود ما تنفذتش، ومن ناس قالت مستحيل اسيبك وسابك، ومن تجارب علمته ان التفاؤل بيكسر اكتر ما بيصلح. في مرحلة ما من حياته قرر قرار صامت، والقرار هو أنا مش هتفاجئ تاني، ومن ساعتها اختار الواقعية المفرطة كدرع. صفات الشخصية الواقعية زيادة عن اللزوم. الشخص ده بيحلل كل كلمة وبيقرأ ما بين السطور لدرجة إنه بينسى السطر نفسه، وبيستنى الخيبة حتى وهو في أحلى لحظة، وبيحب بس من غير اندفاع، وبيختفي أول ما يحس إن التوقعات بقت أعلى من طاقته. دايما جاهز للخسارة بس مش جاهز للمكسب. هل الواقعية المفرطة ذكاء ولا خوف؟ سؤال مهم. هل الواقعية المفرطة نضج ولا خوف متغلف بالمنطق؟ الحقيقة هي الاتنين مع بعض، فيها ذكاء وفيها وعي وفيها حماية للنفس، لكن فيها كمان قفل للأبواب قبل ما نعرف اللي وراها، وفيها قتل للحظة قبل ما تعيش، وفيها حرمان للنفس من المفاجآت الحلوة. الواقعية المفرطة ما بتخليكش تتوجع، بس كمان ما بتخليكش تحس. العلاقات تحت عين الواقعية المفرطة. في العلاقات الشخص ده دايما سابق بخطوة، سابق في الشك وفي الانسحاب، وسابق في التحفظ. ما بيطلبش كتير بس لأنه ما بيصدقش إن حد يقدر يديه كتير. ما بيزعلش قوي بس لأنه ما بيديش نفسه قوي. العلاقة معاه دايما هادية، بس الهدوء ده ساعات بيبقى فراغ مش طمأنينة. أكتر حاجة محدش شايفها في الشخص ده هي الإرهاق من التفكير المستمر، ومن الحسابات، ومن التوقعات، ومن السيناريوهات اللي عمرها ما حصلت. الواقعية المفرطة متعبة لأنك طول الوقت صاحي حتى وانت نايم. بس هل ينفع نكون واقعيين من غير ما نكون قاسيين؟ ينفع نبقى واقعيين بس نسيب مساحة صغيرة للأمل. ينفع نحسب المخاطر بس ما نلغيش الإحساس. ينفع نخاف بس ما نخليش الخوف هو المدير التنفيذي لحياتنا. الواقعية الصح مش إنها تمنع الوجع، لكن إنها تساعدنا نعدي الوجع لو جه. لو أنت الشخص ده، خليني أقول لك حاجة: مش كل اللي خذلك هيخلعك تاني، ومش كل اللي وجعك هيتكرر بنفس الطريقة، وحتى لو أنت أقوى من المرة اللي فاتت.
سيب حتة صغيرة جوه قلبك مش محمية ومش محسوبة ومش متوقعة الأسوأ، مش علشان الناس لكن علشان نفسك. في النهاية الواقعية المفرطة خلتك تعيش بس ما خلتكش تحس قوي. يمكن جه الوقت نراجع المعادلة ونخف الدرع شوية ونسيب القلب يتنفس. ودي كانت قعدة روقان النهاردة، ومش كل اللي بنفهمه لازم نعيشه على طول عمرنا.